اخواتي تحطوا اللايك وتكتبوا كومنت تصلوا فيه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. و اشهر البيت عشان انت البيت بقى عشان الطريق ده عشان امبارح محمد اشهر لنا البيت الحاجه دي ده ساعات كده ولا حاجه يلا اشهر لنا البيض يلا. المهم مش عايزين بس الهدوم تدهن بس ما تبقاش بجد اقعد اقشر وقت. اهم حاجه السكينه ما تبقاش في الفلوس. طبعا دي صينيه رمضان، احنا مش في رمضان بس انا لحد دلوقتي بستخدم الحاجات بتاعت رمضان عشان انا مغرمه شهر رمضان. انا عملت شويه دقه صغيرين كده. هاتي الكاتشب معاكم وهات البيض يلا ماشي. بصوا عملت شويه دقه كده صغيرين شايفين، دي دقه المكرونه تمام. وهنعمل ايه طبق ليه وطبق لحمه. احنا ما بناكلش يعني ايه قوي يعني ساعات الاكل ما بناكلش قوي. ممكن بعد كده لو انا هحط عدد فانا هحط على قدنا بالظبط ماشي. يلا بينا. بصوا المكرونه تحفه. لو عاوزنا تاني نزود ماشي. يا ابني هات البيض يلا. خلاص لو تعالي سكلش بس اغسلي بس عشان هغسله طبعا. محمد بيوصيني ان انا اغسل البيض. هي هغسله ما تقلقش. استني الله مع الخليل يعني. بص حط ملح. بص حط ملح كتير في البيض عشان القشره تطلع. لا خلاص القشره تطلع على طول. قول عادي القشره تطلع على طول والبيض ما يتقطعش يعني ما يسوق. هو كلامه صحيح. انا عملت 3 بيضات واحده ليا واثنين ليا عشان انا ماليش في البيض قوي. ما بحبش البيض قوي بس انا عايزه ابتدي ان انا يعني اكل بيض. استنى بس انا كده شربتهم اهو. حط ملح. عايزه ابتدي اكل بيض علشان اما اجي اعمل دايت ابقى متعوده يعني ماشي. انا هحط شويه ايه فلفل اسود كده. فلفل اسود اهو يعني فلفل اسود وشويه بهارات عادي. وهنحط انا عندي بتنجان في الثلاجه وعندي مخلل بس انا مش عايزه. وهنحط شويه ملح مش عايزه بتنجان كفايه. هات معلقتين يلا يا محمد. خلاص لازم كده ماشي. سريع عشان نكمل الروتين بتاعنا. انا سبت الروتين بتاعي النهارده. كنت بتعملوا روتين ايه؟ قلبت الدولاب اوضه الاطفال. ادخلوا شوفوا الروتين عندي على اليوتيوب ان شاء الله يعجبكم. وسبت كل اللي في ايدي قلت اعمل لمحمد كده اكله يعني ايه بدل ما ينزل يجيب لنا حاجات وكده وكشري ومش عارفه ايه. مشيت اليوم جميل وزي الفل. بصوا المكرونه طبعا عملت طريقتها معاكم بقى. مين زيي بياكل معلقه صغيره معرفش ليه. بصوا يلا بينا بقى ناكل مع بعض. عايز انا اوريكم بقى المكرونه. بصوا يا ولاد الرجاله لا تعالوا معايا. عملنا ايه؟ عملنا مكرونه. بصوا المكرونه. خلاص انا هصور. لا اي تعالي اصور. هاتي يلا بس تعالي بس. عملنا مكرونه. استنى انا كده هحط على استنى. عملنا مكرونه اهي شايفين المكرونه اهي حراقه طعمها تحفه. تعالي استنى شويه دقه. استنى عشان احط دقه. المكرونه دي سهله وسريعه لو بتنضفي هتبقى احلى حاجه تنجز في يومك يعني. ما خدتش معايا وقت وعاملاها معاكم عندي على القناه. يلا خد البيضه بتاعتك. البيض ده حلو قوي بصراحه مفيد بس في اطفال كتير ما بتحبوهوش. ممكن ندخله في مكرونه كده. لو بتعملي طبق بقى دايت هتقللي المكرونه وممكن تحطي بيضتين مسلوقين تبقى الدنيا تمام. عارفه بس انا النهارده ما نزلتش. صحيت على التنظيف على طول. الحاجات دي عندي المكرونه وقطه مخزناها وكده. هاكل بسرعه. هاتي ازازه الماء معاك. عملت زيك بس بقلبها. المفروض ما نشوفش فلوس الاكل. مش عارفه انا هتشرب النار ولا حرق. خلاص ما تحطيش دقه. دقه حرقت. دقه ايه دقه ايه؟ انت اللي قعدت تقولي زودي الشطه. انتظرونا ان شاء الله
يوميا ان شاء الله اشتغل معاكم على القناه. هعمل لكم افكار كتير وحاجات كتير متنوعه ان شاء الله عندي في القناه، هتعجبكم جدا. بس اكيد وطبعا يعني عمركم هتشوفوا الحاجه اللي انا بعملها الا لما تشتركوا في القناه علشان اظهر لكم في كل حاجه بقدمها، وان شاء الله تشجيعكم بيفرق معايا جدا. انا بصراحه ابتديت شهر، يعني احنا النهارده 1/5، بادئه كده الشهر بايه بكل شجاعه ان انا اشتغل على القناه، وعندي طاقه كده، يا رب يديمها عليا نعمه يا رب. هاكل بقى واقوم عايزه الم الاوضه دي معاكم في السريع. الساعه داخله على 7. الساعه داخله على 7 والله. اسمه ايه؟ التليفون الشاحن باظ وطفى، وانا وقفت كل حاجه قبل ما اتصرفت في راس شاحن، مش هقول جايبها منين عشان لو حد بيتفرج عليا يعني، بس اتصرفت. محمد ده هياكل مع نفسه كده وانا هقوم اكمل سريع. انا كده كلت، عشان لو كلت اكتر من كده هنام. فممكن اكمل باقي الطبق بتاعي في الفرن. لا كلي هنام والله، عايزه انزل عندي مشوار. الاوضه كده مقلوبه، مش منظرها مش حلو، منظرها غير حضاري بالمره. يلا طب كل دقيقتين. طب بص انا بحالها وبعد كده اشيل الاكل انت بقى في المطبخ. كل دقيقتين الحمد لله. كمل انت. ايه يا ماما؟ كمل انت على الترابيزه، خلينا ننجز. يلا الحمد لله الحمد لله. طب كلي يا ستي، ما فرقتش من دول يا ماما. يلا قوم عشان اعرف الجل دي كلها. هتعب. حطيه في الاول في ايدين، ايد الناحيه وايد الناحيات. يا ماما كنت خليتك كنت كده يا ابني. يلا على مهل شاطر. بط هوب هوب. يلا نلعب بيها دلوقتي. والله العظيم تتخيلوا كنت هعمل دلوقتي الحاجه اللي كنت هعملها دلوقتي ما تجيش على دماغ حد، لان بتيجي للاذكياء فقط. لازم يكون حد ذكي ونبيه، ذكي ونبيه الاثنين. اوعي تعملي الحاجه وانت سرحانه، يعني تعملي حاجه انت سرحانه ما تعمليش خالص. بدل ما كنت احط الشاحن في المشترك كنت هحط دي في المشترك. لحقت نفسي على اخر لحظه، كنت هبقى دنيا متكهربه دنيا دودو متكهربه دلوقتي. وكمان والله هي الفكره مش ان انا ببقى سرحانه بس، هي الفكره كمان ان انا اتريقت على محمد الصبح يعني، فبرضه دي بتدينا لفت انتباه ان احنا ما نتريقش على حد، لان احنا ممكن اللي فيه يجي فينا. اتريقت على محمد الصبح. عملت ايه؟ بقول لمحمد حط لي فيشه المشترك. المشترك اهو، الفيشه دي تتحط فين؟ في الفيشه، تمام؟ فيبدو عليه الذكاء. وثانيه محمد ثانيه واحده، ومن شبه اباه فما ظلم، فراح اعمل كده كده يعني. ده هو بقى ماما اللمبه ما نورتش بتاعت الاستنى، فانا بعديها بشويه عملت نفس الحركه يعني. فمش عارفه بقى دون ذكاء ووراثه ولا العمليه فيها ايه، مش عارفه. بصوا دي من ذكريات 2022. استنى. ومحمد مستغرب ان هي نورت. محمد استغرب ليه؟ عشان المفروض هو كان حرقها، بس دي فلتت من ايده فراح يحرقها في الصاله بقى. يلا يا دوبك بقى زي ما انتوا شفتوا كده، اكلت معلقتين مكرونه وخليت محمد كمل اكل بره علشان الم الدنيا، لان انا كنت نازله. المفروض ان انا كنت نازله يعني، ونسيت اصلا ان انا كنت نازله. وهنا بقى لميت كل الحاجات اللي انا عايزاها في الدولاب واللي مش عايزاه شلته من الدولاب، وقسمت الدنيا كده. الحاجات اللي عندي زياده زغرت على محمد طلعتها، وزينة رمضان شلتها. بصراحه الترتيبه دي بتفرق معايا بقى في الصيف، عشان احنا بنبقى خلقنا ضيق كده، فبنبقى عايزين ننجز يومنا. عايزه تنجزي يومك بقى، قومي كده خلصي اللي وراكي. لو كنت بتشوفيني الصبح بدري فصباح الخير عليكي يا قمر، ولو كنت بتشوفيني بالليل فمساء الخير عليكي يا قمر. متنسيش بقى تشيري لي فيديوهاتي وروتيناتي في كل مكان، يعني مع خالته ومع ماما ومع صاحبتك. شيروها لي على قد ما تقدروا، علشان حلمي مش هيكبر الا بيكم وبدعمكم ليا، ان انتوا بتشيروا روتيناتي وبتحطوا لي اللايك وبتكتبوا كومنت تصلوا فيه على النبي، كده قناتي هتكبر. اوريكم بقى الدولاب. انا كده رتبت الدولاب كله، يعني رتبته كله بشماعات، وشلت الشتوي فوق وحطيت هنا الصيفي، وفي هدوم طلعتها اغسلها. مش عارفه حسيت ان هي اتبهدلت في الارض فطلعتها اغسلها، ورتبت هنا ورتبت هنا. دي بقى حاجات محمد وهو صغير. بصوا في حاجات انا شحتها كتير من بتاعه محمد، بس في حاجات سبتها. دي بتاعه محمد وهو صغير، المخده دي بتاعه محمد وهو صغير، قلت اوريهم لكم. وده بتاع محمد برده وهو صغير، ده كان ايه يعني خريفي كده لما بيكون الجو ايه. بصوا وكان لونه ايه ولادي كده،
ربنا يرزق يا رب كل مشتاق بالذريه الصالحه وانا من ضمنكم. تمام. ودي برده بتاعت محمد وهو صغير، الطاقيه القمريه دي. في حاجات كده ليها ذكريات حلوه قوي مع محمد، مش كتير بصراحه، شحت حاجات كتير لان الحاجات دي يعني هي ذكرى بس هتدوب طبعا. بص دي برده بتاعت محمد وهو صغير، بصوا كان لسه صغنونه خالص، ذكرى وهتدوب. فخساره ان انا ايه اخليهم. ودي بتاعت محمد وهو صغنن، يعني العبايه دي بتاعت محمد برده وهو صغير، دي اول عبايه لسه اول ما اتولد على طول. فالحاجات دي انا شايلاها كده ذكرى، يعني ايه ما رضيتش ايه اطلعها. الحاجات دي في حاجات شايلاها وفي حاجات طلعتها كلها. والمرياله دي برضه عزيزه على قلبي لان كانت هي مسفره شويه، لان انا جبت الحاجات دي بقالي فتره طبعا. كانت شقيانه معايا بصراحه ان هو ما يبدلش هدومي. فهعبي بقى الحاجات دي كده في الشنطه. لا استنى بس، فهعبي كده بقى الحاجات دي في الشنطه. وليه شراب هنا تاني صغير، شوف كده في الدرج يا محمد اوريه لهم برضه. الحاجات دي عايزه اشيلها بقى في حته كده لان هي ملهاش لازمه دلوقتي، انا شايلاها ذكرى. لكن كل هدوم محمد تقريبا انا طلعتها. تمام. ودي كمان بتاعت محمد وهو صغير. بصوا في حاجات بسيطه جدا عندي كان بتاعت محمد وهو صغير. بصوا وده كان بتاع محمد وهو صغير. الحاجات دي برضه يا رب يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، اللهم امين. والشنطه دي برده بتاعت بيبي. الحاجات دي مركونه عندي بقالها فتره، فطبعا شكلها مش احسن حاجه، فانا هغسلها كده كده وهشيلهم بقى ايه خالص كده. ربنا يرزقني ايه لميتها. الشنطه دي بتاعت محمد بتاعت الحضانه برده، اول شنطه جبتها له. الشنطه دي بتاعت محمد اول شنطه جبتها له، فبرضه يعني انا شايفه ان هي ايه ممكن حد تاني يستفاد بيها بدل ما انا ركناها. ببقى عايزه اخلي الحاجه ذكرى بس يعني ايه ممكن حد يستفاد بيها برضه بدل ما انا ركناها. اما الحاجات اللي انا خليتها عشان متبهدله، فمحد يعني ما بحبش اطلع الحاجه متبهدله، فخليتها ليا ذكرى، فاهمين؟ بس يلا بصوا دي حاجات زينه رمضان. دلوقتي انا هجيب الكرتونه اللي فوق دي هحط فيها زينه رمضان وهحط فيها الشنط اللي انا مش عايزاها واحطها فوق تاني عشان يبقى كده ايه الدولاب فايق رايق ما فيهوش اي حاجه انا مش عايزاها. تمام. يلا بينا نوقف كده يا محمد. ودي كمان يا ولاد بما اني نظفت الدولاب فحبيت اقول لكم كل الذكريات اللي فيه. دي كمان اول سجاده صلاه محمد يصلي فيها، كان في اول حضانه وديتها له يعني. دي اول سجاده صلاه محمد صلى عليها، فدي طبعا مش هطلعها، دي هشيلها برده ذكرى. ما اكدبش عليكم بقى دواخل الاوضه كده تمام. انا كده مبسوطه بالتنظيفه اللي انا عملتها، بس مش هنضف اكتر من كده يعني. انا خلاص هلمع الاوضه كده تلميعه بسيطه. التنظيفه العميقه بقى هنعملها مع بعض برده، هنكملها بس مش النهارده. بس كده ايه هلم دي بس انفضها كده بره باب الشقه، وبعد كده هنرجع نكنس الارض ونمسح وخلاص هنرجع. بس كده قلت اكنس على طول وامسح عشان كنت عايزه انزل بصراحه. طبعا انا عملت التنظيفه دي، هي مش تنظيفه حيطان بقى وسراير وتنفيض وتلميع الشباك وكل ده معمول اصلا يعني كويسه يعني لحد ما الاوضه كويسه يعني اشتغلت فيها قبل كده ما صورتش. لكن بصراحه اللي كان عايز يتعمل الدولاب بكل تشجيع واشجع نفسي بيكم وانتوا كمان تشجعوا بيا فعملته معاكم عشان كده. طبعا كان اليوم ده كان طويل اصلا، انا ابتديته واحده خلصت حوالي 7، وفي جزء انا منزله لكم وفي جزء تقريبا هقسمه على مرتين، وانا مش عارفه هنقسمه على مرتين ولا لا لانه بياخد وقت جدا جدا في التحميل. لو سبته 30 دقيقه يعني هيحمل في سنه، فمش تقريبا مش هيحمل. فلو نزلته بقى على مرتين يا ولاد سامحوني سامحوني سامحوني. انا ايه كده اقوم خلصت الحمد لله الدولاب. يعني انا مش هقول لكم انا جبت الحيطان بقى وكل حاجه، لا انا كنت غاسله المروحه بس ما غسلتهاش معاكم، ما نفضتش ما لمعتش الاوضه، بس عملت اهم حاجه في الدولاب. كل الدولاب ده كان شايل حاجات كتير انا بصراحه كنت عايزه اعملهم العيد بس ما عملتوش، فالحمد لله خلصت. بصوا انا جبت المفارش كده زي ما انتم شايفين فوق كده. استنوا بصوا بقى زي ما انتم شايفين انا جبت المفارش كده واللحافه فوق تمام. وهنا حطيت الملايات، وفي ملايات شلتها عايزه تتغسل، حسيت ان هي اتبهدلت من الارض فهعيد عليها غسيل، وفي ملايات عندي لسه على الشباك اشيلها. وهنا بقى حطيت المفارش اللي هي عندي برضو للحافه الكبيره والبطاطين والخدات بتاعت رمضان دي ملهاش مكان. وتحت كده حطيت كل الستاير بتاعت اوضه الاطفال، في الستاير اللي ببدل فيها يعني. فوق حطيت الهدوم بتاعت محمد الشتوي كلها تمام.
هتسهل علينا حاجات كتير في الخلقة، وكمان هنخلص حاجات كتير قبل العيد. كل سنة وانتم طيبين. فاضل شهر، عايزين ننجز وقتنا ونستفاد بال10 ايام بالحجة. يا رب ينصرهم عليكم وانتم في اسعد حال، وانا معاكم اللهم امين. يا رب يرزقكم من الشفاء والذرية الصالحة. يا رب يرحم امواتنا واموات المسلمين يا رب العالمين. يا رب يهدي بناتنا ويهدي شبابنا وشباب المسلمين وكل اخواتي في الله، ويستر على اولادنا ويستر على كل الاطفال اللي ليهم ولا ليهم حول ولا قوه غير ان هم لسه كائنات ضعيفه كده، فيا رب يسترها عليهم. بتمنى لكم كل الخير والتوفيق، وبدعي لكم وانا وشي كده في السماء كل اللي بيدعي لي دعوه يا رب تليكم مثل ما بتدعوا لي يا رب اللهم امين. لو كملتوا معايا الروتين لحد هنا بجد بشكر كل اخواتي اللي بتحطوا لايك وبتدعوا لي. بتمنى لكم بالمثل وبالزياده كمان، لان الاخلاق والتربيه من عند ربنا، يا ربنا يديمهم عليكم. نعم اللهم امين. اشوفكم على الف خير في يوم جديد وروتين جديد. سلام.